صديقي المصمم، مش كل زاوية تصوير تنفع للتصميم. خلينا اشرح لك. السلام عليكم صديقي المصمم، انا احمد قبيل وده فيديو جديد من خلينا اشرح لك. في البداية ما ننساش اخواتنا ودعواتنا ليهم بالنصر والفرج القريب ان شاء الله. زي ما اتكلمنا قبل كده ان للالوان تأثير، فلزاوية التصوير تأثير كبير جدا برضو. يعني مثلا الزاوية اللو انجل او الزاوية اللي من تحت غير الزاوية الهاي انجل او الزاوية اللي من فوق. الزاوية اللي من تحت اللي هي بتستخدم في حاجات بتدل على القوة والعظمة والسيطرة والهيمنة، وحتى لو انت عايز تقول ان المنتج بتاعك بريميوم ممكن تصوره من تحت. علشان كده هنلاقيها بتستخدم كتير في الافلام لما بييجوا يصوروا ملك، هتلاقوا زاويه التصوير متاخده من تحت علشان يزودوا احساس القوه. اما الهاي انجل او الزاويه العاليه فهي العكس تماما، بتدل على الود والبراءه او ان الشخص او المنتج صغير او مسالم وحاجات زي كده. علشان كده بنلاقيها بتستخدم في مشاهد المساجين او العبيد. اما زاويه الاي انجل او مستوى العين دي بتدل على الوضوح والصدق. يعني لو عايز تقول ان ده المنتج بتاعنا وده شكله وده حجمه، بتجيب الزاويه بتاعته اي انجل او من قدام. وفي زاويه تانية اللي هي الداتش انجل او التلتد انجل او الزاويه المايله، دي بتدل على الحركه والاكشن والقلق. علشان كده هتلاقوها موجوده كتير في سباقات، حروب، مشاهد فيها قلق، مشاهد فيها توتر، هتلاقوا الزاويه دي على طول منتشره. فعلشان كده يا صديقي لازم تختار زاويه المنتج او العنصر او الشخص اللي انت هتستخدمه في التصميم بتاعك بعنايه جدا، لان زاويه التصوير لازم تكون بتدل على نفس الرساله اللي انت عايز توصلها من التصميم بتاعك. ولو انت مهتم بالاي اي ومجال الجرافيك ديزاين ما تنساش تتابعني وتعمل لايك وشير، وتستناني الفيديوهات اللي جايه. وسلام.